كنا انولدنا مع فروق، شلون انولدنا ومن منو ووين. كل شخص بينا عنده تجاربه الخاصة، طريقته بعيش الحياة تختلف حسب الدولة أو المجتمع أو المحيط أو العائلة اللي هو بيها. وهنا يا صديقي يجي دور السينما اللي تخلينا ندخل بداخل هاي المجتمعات أو بداخل الشخص نفسه، تخلينا نحس بإحساس الشخص المقابل، أو حتى بإحساس شنو معنى أنك تكون بموقف معين مع مجموعة أو مع شخص أو حتى لوحدك. فالسينما تخلينا نفهم شنو معنى أنك تكون من جنس مختلف، من عرق مختلف وبعمر مختلف، من نشأة مختلفة وبهوايات وآمال وأحلام ومخاوف مختلفة. أكيد صارت وياك فد يوم إجاك صديقك وحكالك عن ظرف يمر بيه أو مشاعره تجاه شيء معين، لكن أنت صعب تحس بيه لأن ما صار وياك هذا الظرف، أو ما صارت عندك تجربة ويا هاي المشاعر تجاه هذا الموقف المعين. أو ممكن أنت تكون اللي تحكي صديقك لكن ما يفهمك لأن ما صار وياه هذا الموقف. And for me, the movies are like a machine that generates empathy. فالسينما يا صديقي تخليك تعيش أكثر من حياة، أكثر من تجربة، تخليك تشوف وتسمع وتحس بمشاعر شخص معين اللي ممكن يكون هذا الشخص فقط يعبر عن مجتمع بأكمله. وأيضا هي تنطينا فرصة حتى نتواصل مع مشاعرنا وتجاربنا الإنسانية، تخلينا نفهم قضايا معقدة مثل الحب Every day I wake up and I hope you're dead. والألم، فقدان. She's wondering why I'm not there to fucking rescue her. Do you understand that? Me, not you, not you, but me. Every day. والنجاح. وهي مراية نشوف بيها نفسنا وتخلينا نقول شنو كنت راح اسوي لو كنت انا بمكانه. ضروري تسأل نفسك هذا السؤال كأنك دا تعيش هذا الموقف حتى تفهم نفسك بشكل أكبر وبشكل أعمق. فالسينما يا صديقي عندها القدرة على تغيير العالم، فهواية أفلام قدرت تحرك مجتمعات نحو قضايا سلبية مهمة حتى يتخلصون منها مثل التمييز العنصري والتنمر وغيرها. Not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power. The power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world. ولهذا السبب يا أصدقاء السينمائيون بدأت هاي القناة حتى أنا وأنتو نتشارك حبنا لهذا العالم الرائع واللي هو السينما. وأكيد مثل ما تقدم لنا السينما معلومات قيمة مثل أجسام تطفو بالفضاء ولازم نشد الجرح حتى لا ننزف للموت، وأيضا تقدم لنا معلومات معقدة بشكل ممتع مثل الثقب الأسود والسفر عبر الزمن والأكوان الموازية. ولكن فهي مو كل شيء تقدمه هو صحيح. فمثلا فكرة العربي بالسينما إنه أما يكون غني أو يكون، فلذلك نحتاج أحيانا نسوي شوية بحث بعد ما نشاهد عمل معين، وأكيد إذا كنت مهتم. وبالنهاية يا صديقي السينما هي مو مجرد وسيلة للترفيه، إنما هي أداة قوية لنقل الأفكار وإلهام الناس حتى يتخذون خطوات حقيقية نحو التغيير. وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسون تخلون لايك، تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس، وكتبوا لي بالتعليقات شنو الشيء اللي خلاكم تتابعون السينما، وراح تتغير نظرتكم للسينما بعد ما شفتوا هذا الفيديو. كان وياكم حسين رسن وهذا برنامج فيلمينو، واكيد لا تنسوا انجوي.